الأمور لا تسير على ما يرام. منبر الهلال وموقع الهلال رسميا بيأكد إن صلاح هيلعب معاهم في كأس العالم للأندية في شهر 6. هتقول لي عادي، ما هو في أندية هتاخد لاعب 10 أيام والكلام ده. لا لا لا، الليفر حتى الآن ما جددش مع صلاح وشكله مش هيجدد. مش عارف يعني، بعد ما قربوا في وجهات النظر مش فاهم ليه بيعملوا كده مع أيقونة بالنسبة لجماهير الليفر وبالنسبة للنادي نفسه. وادي الخبر رسمي ورايا: صلاح سيشارك مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، موافقة مبدئية تحبط ليفر. تحبط الليفر؟ اللي كتب الخبر ده يعني مش فاهم تحبط الليفر ايه؟ ده الليفر اللي احبط الجميع. الليفر ولا عايز يجدد له لغايه دلوقتي، ولا عايز يجدد لالكسندر، ولا عايز يجدد لفيرجيل فان دايك. الراجل قاعد مستني يوم واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. يعمل ايه تاني محمد صلاح؟ يعمل ايه تاني وهو نجم الفرقة الأوحد؟ يعمل ايه تاني وهو أكتر صناعة للأهداف، أكتر أهداف، ومش سنة ولا اتنين، لا ده على مدار سنين ورا بعض. مدار سنين، مستوى ثابت، مستوى ما بيتهزش، شغال الراجل 10 على 10. يعمل ايه تاني بقى؟ يا ريت حد يرد. يعني هل صلاح اللي غلطان ولا الليفر اللي غلطان؟ لا طبعا صلاح ما غلطش في حاجة. صلاح طلع عينه بصراحة، يعني خلينا نتكلم. الليفر اساسا ما جددلوش ليه قبل نهايه الست شهور؟ انت لسه بتفكر الليفر بالارقام اللي بيعملها دي؟ هتجيب حد يعمل الارقام دي؟ ما اعتقدش، مش بسهوله ابدا تجيب حد يعمل الارقام زي صلاح اللي عملها. خلينا نشوف الايام هتقول ايه. ولكن اللي مضايقني ان موقع الهلال نزل، معنى كده ان في كلام مع صلاح ووكيله، والكلام خرج خلاص بره الليفر.